بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين ان شاء الله. النهارده نزلنا السوق جبنا شويه طلبات حلوين للبيت. تعالوا نشوف مع بعض الاسعار عامله ايه والحاجات النهارده اللي جايبينها ايه. الاسعار حلوه يا ام يوسف ولا لا؟ الحاجات اللهم بارك اللهم بارك حلوه جدا. والطماطم بنت اللذينه القمر بقت عسل خالص النهارده، ولسه اللي جاي احسن ان شاء الله. هقول لكم في الفيديو الاسعار هتبقى عامله ازاي واللي جاي ايه ان شاء الله. الراجل قال لي ايه. تعالوا اول حاجه كده معانا. كل سنه وحضراتكم طيبين. صلوا على سيدنا النبي وحطوا احلى لايك من ايديكم وصلوا على سيدنا النبي في الكومنتات. ارفعوا لنا كده الفيديو بالصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وباحلى لايك من ايديكم ودعوه حلوه من قلبكم ولكم بالمثل حبايبي. تعالوا اول حاجه النهارده جبتها البطاطس، وهي ايه؟ البطاطس هي اللي غاليه، مش عارفه ليه، مش فاهمه. البطاطس سبحان الله هي اللي غاليه ليه. تعالوا شوفوا النهارده البطاطس. انا جايبه كيلو البطاطس دي ب 15 جنيه ب 15 جنيه. وهقول لكم ايه حكايه البطاطسيه المقطوعه دي. تعالوا الاول اوريكم البطاطس القمر اللي انا جايباها. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بطاطس حلوه جدا 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 في القليه دي، ما فيهاش حاجه، دي متوسخه بس اهي. شايفين؟ ما فيش اي حاجه. شايفين؟ انا لقيت اختي دي بالظبط، هي الست اللي بتبيع البطاطس عندها فرشتين، فرشه ب 15 وفرشه ب 20. مش فاهمه سبحان الله، يعني انا مش فاهمه ليه حاطه دي من ام 15. هي اخت ام 20 بالظبط، بس سبحان الله انا مش فاهمه عشان ايه. انا جبت طبعا اهو. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. البطاطسايه ما فيهاش خدش. شايفين الجمال اهي؟ والله ما فيها حتى خدش، ما شاء الله لا قوه الا بالله. بس هي غاليه. انا كنت بجيب البطاطس دي الكيلو ربع ب10. خلاص حبايبي، او ب10 لما تبقى غاليه قوي كنت بجيبها ب10، لكن النهارده لقيتها ب 15 جنيه. طبعا جبت ال 2 كيلو دول اهو. شايفين؟ دول 2 كيلو ولا 3 انا مش فاكره، هم باين عليهم 3 والله ما فاكره. بس عشان النهارده كان الجو حر وفرهضه، ربنا يحفظنا يعني من الحر اللي احنا فيه ده اليومين دول. يا جماعه عايزه اقول لحضراتكم هو حر ليه؟ حر عشان زمه البلح. زمه البلح اللي كنت قلتها لكم في الفيديو اللي فات. بداوا يربطوا النخل، يربطوا النخل بحتت شويله كده عشان البلح يستوي على النخل. فاسمها اليومين دول هتلاقوا جو حر جدا، هي دي زمه البلح. خلاص. شايفين البطاطسايه قمر ازاي؟ بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. تعالوا بقى اقول لكم ايه حكايه البطاطسايه المقطوعه دي. بصوا بقى، انا دخلت انا وهي تحدي قصاد بعض. قلت لها يا ستي انا خدت منك المره اللي قبل، يعني كام مره قبل كده يعني، واحده كبيره زي دي كده اهو. انت عندك كيتش معدوله كده، كانت كبيره زي كده واقنعتني ساعتها خديها مش هيجرى لها حاجه، ما فيهاش حاجه من جوه. قلت لها والله ما هاخدها، اسمعي كلامي مش هاخدها. قالت لي اسمعي كلامي ابله خديها ومش هتلاقي فيها اي حاجه. بس انا قلت شويه بس عشان ايه؟ انا بعلي صوتي والتليفون صوته عالي. فقلت لها لا، انا خدتها وطلعت فعلا بايظه والله ورميتها. راحت قالت لي طب بصي انا وانتي هنتراهن النهارده، لو انتي خدتيها لو فتحتها ولقيتها وحشه انا هاخدها، ان هي يعني البياعه هتاخدها، لو لقيتيها حلوه انتي هتاخديها. قلت لها يا ستي مفيش مشكله، افتحيها وانتي ايه واحنا ونصيبنا، لو لقيتها حلوه هاخدها، لقيتها وحشه انا هسيبها لك طبعا مقطوعه عادي. فاللي هيقول لي انت قطعها كده ليه؟ انا قلت اهو خلاص. فراحت قطعتها لي وريتها لي من جوه ان هي مش مخوخه ولا اي حاجه، الله اكبر عليها، قلبها ابيض زي الفل. شايفين ما شاء الله؟ فانا قلت عادي بقى مش مشكله. لما رجعت البيت قلت ان شاء الله هطبخها النهارده، هعمل بيها صينيه بطاطس حلوه كده محترمه. مش هسيبها بقى كده لاني لو سبتها كده هتبوظ. فانا ان شاء الله النهارده قلت هعمل بيها صينيه بطاطس حلوه كده للعيال يتغدوا بيها. خلاص. يبقى احنا قلنا كيلو البطاطس من الحلوه دي ب 15 جنيه. خلاص حبايبي، تعالوا اوريكم جبنا ايه تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا اوريكم بقى الطماطم القمرايه السكرايه اللي لا غنى عنها في كل البيوت، لا غنى عنك. انتي كينج كل البيوت كل المطابخ. الطماطم مش عارفه، انا خلطت البطاطس على الطماطم والاتنين طلعوا بمعنى غريب. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. هي الطماطميه صاحيه وعايزه تجري. شايفه حمارها عامل ازاي وناشفه تبارك الرحمن. الكيلو من دي ب 20 جنيه. الكيلو من دي ب 20 جنيه. انا جبت حبه مستويين بقى بس حطيتهم في الطبق هناك هم في الحوض علشان هم عايزين يتغسلوا على طول. هم مستويين طراي هوريكم هي شكلها عامل ازاي. اهي دي في الحوض اهي طريه. دي كيلو وربع من دي ب10 اهي. الطريه دي اهي شايفينها طريه اهي، هي حتى من كتر ما طريه صباعي بزق جواها اهي. دي كيلو وربع ب10 اهي. خلاص. غير دي خالص، دي ب 20 جنيه الكيلو. امسح بس ايدي بالفوطه كده اهي. خلاص حبايبي، فانا حطاها طبعا في الحوض في طبق عشان اغسلها غسله محترمه واعمل لحبايبي اللي طلبوا مني صلصه المصانع، اعملها لكم ان شاء الله بامرك انت يا رب. ان شاء الله. في حتى حبايه اهي. شوفوا البياعين ولاد الذين بيزقوا كده
في وسط الزرعه، في وسط البيعه واحده طريه اهي، واحده طريه اهي. تعالي نحطك في المستوي مش مشكله. فانا الناشفه دي جايباها عشان اغسلها غسله محترمه طبعا، وحضراتكم ما شفتوا طريقتي في حفظ الخضار في التلاجة يقعد معاكي اقسم بالله شهر وزياده. هسيب لك ان شاء الله لينك الفيديو دوت في الوصف، وفي الوصف ان شاء الله تخشي في الوصف، اللي مش هتعرف الوصف ده فين هتدوسي على العنوان مرتين هيظهر لك الوصف فيه كل حاجه، في شرح الفيديو وفي كل حاجه ان شاء الله. خلاص هسيب لك ازاي انا بغسل الخضار وبحطه وبحفظه في التلاجة ازاي. خلاص جبت دي بكام قلنا؟ دي كيلو ب20 جنيه. جبت 2 كيلو ناشفه علشان هغسلها واحطها طبعا في المصفى في التلاجة، واغطيها طبعا بحته قماشه حلوه كده نظيفه من بتوعه اللي انا بخبز بيهم والكلام ده، تقعد معاكي شهر وزياده ناشفه زي ما هي كده مش بيجرى لها اي حاجه. علشان عايز تعملي سلطه اعملي، عيل من العيال نفسه في طماطميه اديله، الطماطم رخصت بقى لو عيل نفسه في طماطميه اديله ما تقولولوش لا. خلاص تعالوا اوريكم جبنه تاني. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلوا على سيدنا النبي وحطوا احلى لايك من ايديكم لام يوسف اختكم وحبيبتكم، انتوا كلكم حبايبي وعلى راسي من فوق. عايزه ارحب بكل حبايبي واخواتي وامهاتي واولادي وكل حاجه، كل اللي دخل القناه جديد صغير او كبير كلكم على راسي من فوق. كتر الف خيركم، انتوا اللي بتكبروني وبتكبروا قناتي، كتر الف خيركم، انتوا اصحاب الفضل ليا، فانا لازم اشكركم علشان ده حقكم عليا. جبتي باميه تاني ليه يا ام يوسف؟ ما انت قلتي مش هنجيب تاني. لا جبت، ما انا اضطريت ان انا اخد كيس من بتاع رمضان اعمله للغدا من يومين، فانا خدت كيسين، فانا قلت لا انا هطلع بقى ايه يعني، خدت كيسين في طبختين قبل كده، قلت لا خلاص بقى انا اروح انزل النهارده اجيب تاني. فانا جبت شويه باميه حلوين، وبرده كالعاده ام يوسف بتحب تاخد فوق البيعه حبه، بس مش بلوي الدراع طبعا، بالحب طبعا يا جماعه، بالحب كل حاجه هتاخديها حتى لو ايه هو بالحب وبالكلمه الحلوه وبلسانك الطيب الجميل هتاخدي كل اللي انت نفسك فيه. بصي اهو البياعه بعد ما خلصت وزنت لي اهو دول كيلو ونص، شايفين انا بس هنقيكم شويه كبار عشان هم اتخلطوا ببعض اهو. قالت لي انا عايزاكي بس يا ابله تاخدي دول تجربيهم اهو، يعني هي عطتهم لي اول مره عطتني كبشه ورجعت قالت لي خدي كبشه تانية اهي بس خدي جربيهم، قلت لها لا مش عايزه تاني، قالت لي بس اسمعي كلامي خدي جربيها، انا الباميه بتاعتي لا يعلى عليها. فانا ايه خدت منها دول بالحب اقسم بالله ولا بلوي الدراع. انا قلت لحضراتكم بالحب تاخدي عين اللي قدامك بالكلمه الطيبه وبصي بالمعامله الحسنه هتاخدي كل اللي انت نفسك فيه. جبتيها بكام بقى الباميه القمر دي يا ام يوسف؟ النهارده الكيلو ب40 جنيه في كل السوق، داخلين طالعين بصي من اول السوق لاخر السوق لنص السوق الكيلو ب40 جنيه. بصي كل الباميه، وفي باميه كتير 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 كبيره كتير اللي هي بتاع الويكا، اللي الناس اللي بتحب تعمل ويكا بصوا رخيصه، هي رخيصه على فكره، ممكن تقريبا تكون ب10 جنيه. انا بس انا عشان انا ما بعملش ويكا كتير لان محدش في البيت بيحبها غيري ممكن جوزي كده يعني ربنا يصلح حاله ياكل منها مره معايا كده، لكن انا بس اللي باكلها. ممكن اعمل حله الويكا كده مثلا يعني حله صغيره من اصغر حله عندي في طقم الحلل اغرق فيها لوحدي ما حدش بيحبها والله، ربنا يهديهم على حالهم. الجيل الجديد ده بجد صعب، قولوا لي عيالكم زي عيالي كده ما بيحبوش الويكا والحاجات دي. الويكا دي اساسي، مجرد ما الباميه تطلع اساسي لازم تتعمل. دي على ايام ماما الله يرحمها كانت ما بتتقطعش من البيت، وعلى ايام الناس الجميله اللي راحت كلها زمان الحاجات دي كانت اساسي في البيت، وكان غدا تحفه يا جماعه جنب بتنجانه مخلله اوعى وشك. تعالوا بقى نشوف ايه تاني الحاجات بقى اللي هتتفرز لرمضان. احنا قلنا خدنا، تعالوا نقطع بقى الكيس ده، قلنا خدنا الباميه منها اللي كلنا منها الايام اللي فاتت، فبما ان احنا كلنا بقى من الباميه والف هلا وشوف على قلوبنا وقلوبكم انتوا كمان حبايبي، نعمل ايه؟ جبت دول عشان اعملهم كمان لرمضان، هعملهم في فيديو مع فيديوهات، مش هعمل واحده باميه لوحدها يعني، لا هجمع لكم شويه تفريزات محترمه هتنفعك طول السنه وفي رمضان. يعني طول السنه احنا طول السنه بناكل، مش بناكل في رمضان بس، فهتنفعك لطول السنه والرمضان. هعمل لك منهم دي من ضمنهم الباميه دي، الامور ده بقى، العسول، السكر ده في ناس بقى كل واحد بيسميه باسم، في ناس بتقول عليه شمام وكنتالوب وشهد وبهد ونهد، بصوا ما يقال عليه. انا طول عمري عارفه ان ده اسمه شمام طول عمري، بس حديث علينا اللي هو اللون الاخضر اللي في الخط الاخضريكو ده
شايفين الخضر الاخضريكو ده الحديث عليه. خلاص انا جبت بكام بقى دول جبتهم كانوا ب55 جنيه. وبعد كده راح الراجل قال لي لا خلاص يا ابله انا هحسبهم لك ب50 بس. ليه بقى؟ لان هو ما شاء الله يعني لسانه حلو. وبصوا ما كملش ساعه زمن، يعني انا دخلت السوق قلت وانا راجعه هاخد منه عشان ايه ما تبقاش الشيله تقيله عليا. شلت العربيه، انا معايا عربيه سوق فبتبقى عشان ما تبقاش تقيله على دراعي. قبل ما رجعت اللهم بارك الراجل الله اكبر عليه، هو واخوه لسانهم سكر كده. راجل في منتهى الاحترام والادب ما شاء الله، الحاجه عنده ما قعدتش. عبل ما رجعت ما لقيتش الا شويه صغيرين اهو. انا خدتها بقى عشان دي طريه اهي، شايفين اهي. دول المفروض كانوا ب55 بس عشان الحته الطريه دي قال لي يابلا خلاص انا هحسبهم لك ب50 جنيه. هو حطهم لي على الميزان طلعوا 4 كيلو ونص، 5 كيلو الا ربع. الاتنين دول طلعوا 5 كيلو الا ربع. خلاص حبايبي، فايه برضو خليكي شاطره وانت لسانك حلو انت كمان. يعني اللي قدامك لسانه حلو لازم ما تبقيش انت بتعنفي قدامه، لا خلي انت كمان لسانك حلو، هتاخدي كل حاجه نفسك فيها. خلاص انا هدي هقطع واحده للعيال ياكلوها، بس اسقعها شويه، اغسلها الاول واسقعها في التلاجة واقطعها للعيال. واحده ان شاء الله افرزها معاكم برضو لشهر رمضان الكريم. كل سنه وحضراتكم طيبين. الحاجات دي حلوه جدا، بدل ما تجيبي كميه على بعض قبل رمضان تفريزات فواكه او خضار، اعملي زي كده. كل ما تنزلي هاتي حاجه للعيال تاكلها في نفس الوقت، وحاجه تانية شيليها لرمضان. خلاص كده هتلاقي ما شاء الله الفريزر عندك اللهم بارك، مش عارفه تعملي ايه ولا ايه ولا تحطي فين حاجتك. تعالوا نركنهم هنا كده على جنب، بس اوعي تقعي، خليكي واقفه كده زي ما انت. خلاص تعالوا نجيب ايه تاني. الخيار، مرحب شهر الصوم. بصوا بقى الخيار ده، دول الدمت بتوع فوق البيع. فوق البيع، هو في حد بيدي فوق البيع يا ام يوسف؟ انت هتجننينا وتعفرطينا. لا وحياه ربنا قلت لكم اقسم بالله الناس طيبه جدا على فكره. بس لما تلاقي اللي قدامها انسان كويس، لما تلاقي الانسان اللي قدامها حد حلو لسانه حلو بيطيب خاطر اللي قدامه، فلله الحمد. يعني انتوا لازم يعني نفسي اشوفكم كلكم عشان تتعاملوا معايا بجد، تتعاملوا معايا وش في وش كده، وتعرفوني ان انا فعلا انا بتعامل ازاي مع الناس بجد. انا نفسي اشوفكم كلكم كده واسلم عليكم حد كده واقول لكم وتشوفوا تعاملي عامل ازاي. بصوا حبايبي انا جبت ده كيلو ونص النهارده ب10. عايزه اقول لحضراتكم النهارده حاجات كتيره قوي، النهارده كانت كيلو ونص ب10. شايفين تبارك الرحمن عامل ازاي الخيار ده؟ خيار بلدي مش صواب، ده خيار بلدي. انا بحب الخياره الكبيره كده المدملكه الحلوه دي، ما بحبش المقتنه الصغننه دي. حتى والله مره كان جوزي ربنا يصلح حاله كان جايب لي خيار، هو ده يعتبر دي اصغر واحده وما بتعجبنيش، ما بحبش الخياره الصغننه دي لما بتقعد في التلاجة بحس ان هي بتمرض وبتعدم، وبصوا بتبقى ماتت خلاص. لكن ما شاء الله دي كان جايب لي مشره ما شاء الله، معلش اعذروني انا اسفه بعتذر. كان جايب لي شويه خيار مره قبل كده، بقول انا جبت لك 2 كيلو خيار يا ام يوسف اهو. ببص على الخيار لقيته ايه؟ قد صوابع العيال، قد صوابع العيال. قلت له ايه ده؟ ايه الخيار الصغنن ده؟ قال لي انا بحب الخيار ده. قلت له خلاص ماشي، ما زعلتوش طبعا. لما جوزك برضو يجيب لك حاجه انت اوعي تزعليه وقولي له شكرا كتر خيرك، ربنا يكبر بخاطرك، قولي له كلمه حلوه علشان خاطر انت ما يرجعش يقول لا مش هجيب لها حاجه تاني. ده كل ما اجيب لها حاجه تقول لي لا او مش لا. مش عايزه اخدكم بقى في الكلام كتير ونتكلم كتير. جبت الكيلو ونص من ده ب10 جنيه. الخياره دي بتبقى حلوه في ايه يا ام يوسف؟ لما تيجي تخرطيها كده وتحطيها في التلاجة الاول تسقع وتحطيها جنب الاكل هترطب على قلبك في الحر اللي احنا فيه ده. اغسليهم غسله حلوه حطيهم في التلاجة وادي لكل عيل من عيالك خيرايه. شوفي قد ايه هيبقى بصي منتعش كده وفرحان. خلاص حبايبي الخيار حلو جدا، اكلوا عيالكم خضار كتير. الخضار مفيش احسن منه، الخضار والفاكهه احسن من اي حاجه في الكون كالعاده وبكل وقت وكل مره. الاتنين المحتاجين. خدت 2 مره، جبت انا اشتريت مره. انا النهارده صراحه ما اشتريتش. بعد ما عطتني الخيار جبت الكيلو ونص دول، قلت لها هاتي خياريه بقى للفراخ اللي عندي انا اخرطها لها. راحت قالت لي خدي اللي انت عايزاه. قلت لها والله ما مدي ايدي الا لما تمديها انت. خلاص هي ست محترمه ربنا يصلح حالها يا رب ويرزقها من واسع فضله وكرمه. راحت صراحه ربنا ادتني الاثنين دول. قلت لها يا ست كفايه واحده. قالت لي لا والله لا تاخدي الاثنين. شوفوا حتى مكسورين اهم، دول بتوع طيور. خلاص انا برطب على قلب طيوري وولادي، انا بحب اعمل كده، انا بحب ارطب على الكل. خلاص خليهم بقى هنا كده على جنب عشان دول بتوع الطيور. خلاص حبايبي زي ما حضراتكم شايفين كده الخيار ما شاء الله سرح كده وعسل ما شاء الله. ما تجيبش الخياره المعوجه مش بتبقى حلوه. تعالوا اوريكم جبنا ايه تاني. اسكتوا البطاطا طلعت يا ولاد، البطاطا طلعت
بس بنت العسل كده، بنت السكر مش هنشتمها عشان دي حلوه انا بحبها والعيال بتحبها. البطاطا القمر دي الكيلو بقى بكام؟ الكيلو عشان هي لسه طالعه الكيلو ب 15 جنيه. خلاص البطاطا بنت السكر اوعي تشتميها عشان دي حلوه انا بحبها. بعمل منها صينيه بطاطا ملهاش حل، وما تقوليش لعدوينك عليها، ما تقوليش لعدوينك عليها فعلا. انا كل اللي كان عندي البطاطا، بصوا عايزه اقول لكم ان اللي بياكل عندي بطاطا بيبقى طاير من الفرحه والسعاده. انا بعمل بطاطا اللهم بارك تحفه 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 من الاخر، مش شكر في نفسي والله اقسم بالله زي الفل. جبت الكيلو ب 15 جنيه. خلاص اهلا وسهلا اهلا وسهلا، يا رب يجي بسرعه والنبي يا رب، والنبي ده بيهون علينا حاجات كتير كتير. شايفين الصغننه القمر دي؟ انا قلت للست استاذنتها يعني، قلت لها بعد اذن حضرتك يا حاجه اخد واحده ازرعها. قالت لي يا قلبي خدي، يا قلبي خدي اللي انت عايزاه ده، انت تاخدي عينيا. قلت لها يا ستي كتر خيرك، ده انا هاخد واحده صغيره. قالت لي لا خدي واحده كبيره. قلت لها لا انا عايزه الصغننه دي علشان هزرعها. رجعنا تاني الباب كان بيخبط. خلاص فهي دي شايفينها، شايفين الجدر بتاع القمر ده اهو. انا بقى ايه هزرع. قعدت بقى توصف لي اعمل فيها ايه وازرعها ازاي. قلت لها ماشي حبيبتي، وسمعتها للاخر لحد ما خلصت فعلا كلامها. ما رضيتش اكسفها واقول لها انا عارفه. سبتها براحتها تشرح زي ما هي عايزه. ده بصوا لازم تجبروا بخاطر اللي قدامكم. خلاص ولو حد كبير يعني ايه لو ست كبيره في السن، لو حد تعليمه اقل شويه من التعليم اللي انت بتعلماه مثلا، مش نفس الدرجه، مش نفس الطبقه الاجتماعيه. بصي لازم تتعاملي مع كل الناس بحسن ولطف بجد، لازم. لان انت ابداي من عندك انت، عشان لما تبداي من عندك انت عايزه اقول لحضراتكم الدنيا بتختلف والله العظيم. انا حصل معايا موقف في الشارع بس بصوا مش عايزه احكيه. يعني بصوا ربنا يهدي الناس بجد. او اقدر اقول لحضراتكم بس مش عايزه اقول خلاص، مش قادره اقول خلاص صراحه، عشان انا بجد انا زعلانه جدا، لان انا بعتبر الناس كلها واحد. يعني الدين لله والوطن للجميع، الدين لله والوطن للجميع. عايزه اقول لحضراتكم بجد انا تعرضت لموقف مش حلو مع واحده يعني مسيحيه، فبتقولي انتوا بتضطهدونا ليه وتعملي كده. يعني انتوا متخيلين؟ ربنا يهدي الناس. انا بجد انا عمري ما اضطهدت اي حد، انا ماليش دعوه بالديانه، كل واحد عارف اللي ليه وعارف ربنا. وبصوا مش عايزه اتكلم في الحاجات دي. خلاص تعالوا نرجع بقى للبطاطا القمر بتاعتنا دي. خلاص فانا دي هزرعها، خلاص هشطفها شطفه حلوه كده عشان الحاجات دي ما تمشيش من عليها، وازرعها زرعه جميله كده واموره واحطها قدامي هنا عشان تطلع شجره حلوه كده. كنت عاملاها في الفيديوهات في القناه القديمه، وكانت عامله لي فرع اخضر تحفه، كان مخلي لي المنظر تحفه هنا. خلاص حبايبي اهي. لا انا هبعدها بقى عشان ما تتقطعش في وسط العيال اللي هنا كتير. دي عيال كبيره ضخمه. خلاص فدول ضخام عليها، ممكن يقطعوا منها الحاجات بتاعتها. خلاص حبايبي دول ان شاء الله كان لنا عمر ونصيب في الدنيا هنشويها عشان العيال عايزين ياكلوها مشويه. تعالوا نجيب ايه تاني. تعالوا اوريكم البتنجان القمر. الحاجات على الارض وبميل كل شويه الحمد لله. البتنجان القمر، ان في ناس بتقول عليه بتشنجان، مش عارفه ليه بتشنجان، اسمه بتنجان على فكره ما اعرفش يعني على حسب المنطقه، مش فاهمه يعني. سمعت كتير بيقولوا عليه بتشنجان كده انا بقول عليه بتنجان عادي. بتنجان اهو البتنجان القمر. تعالوا نكبه كده مره واحده عشان نتفرج على البتنجان القمر. البتنجان اللي هو لونه بتنجاني، البتنجان اللي لونه بتنجاني اللون ده انا الست دي انا دورت عليها السوق كله، السوق اللي فات لفيت السوق رايح جاي رايح جاي رايح جاي عشان الاقي الست اللي جبت منها البتنجان ده اول مره. ليه يا ام يوسف؟ ما هو البتنجان كل واحد. لا البتنجان في السوق اليومين دول علياته ممرر هو والخيار. البتنجان اقسم بالله علياته ممرر هو والخيار. فانا الحمد لله جبت منها مره، بقول لحضراتكم قعدت ادور عليها ما شاء الله. يعني الخيار بتاعها والبتنجان حلوين. انا جبت منها الخيار ده من عندها، والبتنجان نفس الكلام، والرومي كمان من عندها. شايفه الخياره الخياره ايه شايفه البتنجانه، شايفه جمالها، شايفه بتلمع ازاي، شايفه عامله ازاي زبده اقسم بالله زبده. عملت منها دي حتى لو قعدت في التلاجة بصي هتلاقيها زبده الزبد كمان. انا جايباهم النهارده الشويه دول الكيلو النهارده، اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله، الكيلو ب10. كيلو بتنجان ب10. دول كانوا كيلو ونص بس خدت منهم بتنجانتين قليتهم طبعا من شويه اهو. شايفين كيلو ونص
كيلو ب10، الكيلو ونص يا رب يبقى كيلو ونص. ده كيلو ب10. اخوه اللي كيلو ونص. انا هرجع لكم دلوقتي اصلا عشان انا مركزه في كيلو ونص، عشان هو اخوه اللي هو ايه الرومي كيلو ونص. خلاص اهو جاء ده كيلو ب10 جنيه. جبت قد ايه؟ جبت كيلو ونص. كيلو ونص ب15. خلاص اهو هنعمل منه حبه محشي حلوين كالعاده. لازم كل سوق لازم يبقى فيه محشي، ده حاجه اكيد. لو ما كانش فيه محشي لا يمكن. امال هنتخن ونبطرخ منين؟ ما احنا لازم ناكل محشي. الحمد لله ربنا يهدي الحال. الناس رجعت تشتري تاني حاجات والناس يعني قصه الطيبات اللي كانوا بيتكلموا فيها الايام اللي فاتت بدات تقل، بدا الموضوع يقل شويه، وبدا الناس ترجع تاني تشتري الاكل الخضار والحاجات دي. رجعت الناس ترجع لمرجوعها تاني وحياتها تاني الطبيعيه، بس في قله قليله ان هي ما بتجيبش الخضار. ربنا يهدي كل واحد على حاله. فكل واحد اللي مقتنع بيه براحته، كل واحد براحته يا جماعه. محدش ليه حكر على حد، ولا حد يقول يعمل لحد حاجه هو مش مقتنع بيها. خلاص تعالوا نعمل ايه تاني بقى، ولا نقول ايه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله. البتنجان ده قد ايه بقى يا ام يوسف؟ الكيلو ونص ب10. كيلو ونص ب10. ده البتنجان الرومي اللي هو بصي مفهوش بذره، مفهوش بذره بمعنى كلمه مفهوش بذره. بصي طري كده لوزي من جوه، تحسي كده ان انت فاتحه طبق مهلبيه وهتاكليه، وابيض زي الفل. اللهم بارك عليه، تحفه يا ولاد اهو. شايفين؟ شوفي اللمعه اللي فيه، شايفه جماله؟ ممكن تحفظيه بقى ازاي لو انت مش عايزه تحفظيه في التلاجة زي حالاتي. بعد ساعات انا بحب احفظه ايه بتاعه رمضان وقعت تحتي، يعني خلاص مالكيش نصيب تقعدي النهارده في الفيديو، مش مشكله نبقى نجيبها وننزلها لان هي وقعت من على الحيطه من هنا. حبيبتي عايزه تحفظيه ازاي بقى؟ هقول لك على طول عشان الفيديو قرب كده يخرج عن السيطره وهيطول وانتوا هتزهقوا. بعد ما تغسليه وينشف كويس قوي هتجيبي ستريتش وتلفيه بستريتش، هيقعد معاكي فتره طويله جدا، مش بيجراله اي حاجه. خلاص تعالوا بسرعه بقى نقول باقي الحاجه اللي جايبينها، عشان كده احنا ايه الفيديو هيطول ويبقى اهبل وعبيط وحبايبنا يزعلوا مننا. بسم الله. هنعمل الايام اللي جايه ان شاء الله فيديو حلو قوي لباقي كرتونه رمضان. لا تعالى جنب اهو. وحوي يا وحوي. دي البتنجانه اهي مرميه تحت بالباقي البتنجان ده. هنعمل جزء تاني نقطعه بقى ده عشان هو ايه اهلا وسهلا. الفلفل قلنا لو ما جبناش فلفل في سوق من الاسواق كاني ما رحتش السوق. في فلفلايه صاحيه اهي. كيلو الفلفل ب20 جنيه، لسه محتفظ ب20. انتوا ربنا يهديه وينزل يبقى ب10، وكيلو وربع ب10 زي زمان. خلاص اول ما بيرخص خالص بقى بجيب كميه كبيره قوي واعمل منه بصوا تفريزات بقى بالكوم كده وبالهبل لا بالهم يعني. خلاص جبت الكيلو ب20 جنيه. الليمون كل سوق بجيب ليمون. ليه كل سوق بجيب ليمون؟ عشان العيال بيحبوا اليومين دول يشربوا ليمون بالنعناع، شاي بالنعناع كده. خلاص بكام يا ام يوسف بقى كيلو؟ انا جبت النص كيلو ب25، يبقى الكيلو بكام؟ شوف الراجل حاطط لي واحده ناشفه زي الحجر. عادي بقى انا بقى ندلكها. بمناسبه الناشفه دي لما تلاقيها ناشفه كده وزي الحجر ومش عارفه تعملي فيها ايه، اوعي تقطعيها وهي ناشفه كده، اوعي تقطعيها كده. هتمسكيها كده اهو على الرخامه وتدلكيها كده، بس خليكي شديده شويه، ما تبقاش ضعيفه كده زي ام يوسف ايديكي ضعيفه كده. دلكيها شويه كده هتطرى معاكي وتبقى زي الفل. خلاص جبت النص كيلو ب25، لو ربع كيلو بيجيب 15، فانا قلت لا وانا اجيب ربع ليه؟ طب انا اوفر ال5 جنيه على نفسي واجيب نص كيلو على بعض. ان شاء الله كده هنعمل منه ايه؟ هعمل منه حاجه حلوه قوي تفريزه هتعجبكم ان شاء الله. نكلينا عمر. كل سنه وحضراتكم طيبين. حطوا لنا احلى لايك من ايديكم، تسلم ايديكم على اللايك اللي حطيتوه. صلوا على سيدنا النبي، صلوا على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صوتك بعيد يا ابو يوسف. بجيب شويه الملوخيه. بجيب شويه الملوخيه بس انا وسع الملوخيه القمر. جبت النهارده الملوخيه في الشوال. ليه في الشوال؟ جبت كميه تاني اهو، شايفين هي عامله ازاي؟ اهي عشان انا كل مره بجيب الملوخيه واوعد حضراتكم، معلش بعتذر اعملها لكم في التفريز، لا الوقت بياخدني ومبقاش خلاص، ببقى فصلت خالص وما اقدرش اعمل اي حاجه غير ان انا يعني اقصر على نفسي السهرايه والموال واغسلها غسله حلوه واسيبها ايه تنشف وانشفها. خلاص
لكن النهارده ان شاء الله نويت والنيه ليك يا رب ان شاء الله نخلينا عمر. انا هفرزها ان شاء الله معاكم. استنوا تعالوا اوريها لكم. انا اقول لك بقى اليومين دول احسن وقت ليها قبل ما تمشي. هي احسن وقت، هي لسه بدري عليها جدا يعني، دي هتقعد شويه اكتر، بس نطلع شويه حلوين كده. شايفه حطاها في الشوال عشان انا خايفه عليها، عشان ما تمرضش، عشان اوريها لحضراتكم تبقى كده حلوه كده ما شاء الله وجميله. خلاص اهي شايفه، لازم تجيبيها اليومين دول. اهم وقت تفرزي فيه الملوخيه شهر 7 وشهر 8 احسن وقت. ليه بقى يا ام يوسف؟ هقول لك. شايفه الجذع الصغنن اللي تحت ده اهو، الحته اللي تحت دي اهي، دي لو نشفت الملوخيه بتاعتك مش هتبقى مش احسن حاجه. شايفه طراوتها؟ شايفه الميه طالعه منها؟ لازم تجيب الملوخيه وهو لسه الجذع اللي فوق ده كده طري اهو. لازم تجيب الملوخيه كده ما شاء الله ورقتها حلوه كده خشنه ما شاء الله وجميله. وكل ما الورقه تكبر كل ما الورقه هتبقى احلى واطعم كتير كتير كتير. بس انا لقيت دي طبعا مع الست اللي جبت منها الخيار والبتنجان عجبتني صراحه، فجبت منها الكيلو ونص ب10. جبت منها 3 كيلو ب20 جنيه ما شاء الله تبارك الرحمن، حلوه قوي. انا مخليها في الشوال صراحه، انا كنت واخده معايا الشوال ده، انا رايحه وعارفه ان انا هجيب ملوخيه، فخدت الشوال معايا ده. جبت فيه شوال نضيف وزي الفل، ومخبيها والله مخبيها من الشمس، خايفه عليها من الشمس كاني شايله عيل صغير عشان ما تمرضش مني وتعدم في السوق من ساعتها. شايفين وهي في الشوال كده خلاص. ان شاء الله هغسلها مع حضراتكم، هعمل الفيديو بصوا من اوله لاخره قدام حضراتكم، من اول ما تتغسل لحد ما تتفرز، وربنا يأذن كده ان شاء الله نعمل طبق حلو قدام حضراتكم برضو. تعالوا اوريكم اخر حاجه جايبينها ايه، عشان انا كده طولت عليكم الفيديو وعشان حبايبنا ما يزهقوش ويقولوا انت رغايه، عشان انا كل شويه اسمع الكومنت ده، يجي لي الكومنت ده انت رغايه قوي، وبعدين بيتكتب الكلمه بتتكتب غلط. طب اكتبيها صح، انت بتقولي انت رغايه قوي اكتبيها صح. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. شفتوا الخضره؟ شفتوا من الحر حول الله يا رب الخضره عملت ازاي؟ الخضره اهو انا جبت ب5 جنيه خضره، عطتني 4 اهم، 4 ربط خضره. وشايفين وبدات تصفر ازاي؟ انا جايباها من عندها صفرة كده مش من عندي اهي. انا هقعد بقى امسكها انضفها تنظيفه حلوه، وبعد كده هغسلها. بعد ما انضف منها الاصفر ده هغسلها الاول وهي عيدان كده، وبعد كده هقصها. اوعي تقصي وبعدين تغسلي، بالذات في الخضره. ليه؟ عشان هتنزلي كل الفايده اللي فيها. انت وانت بتغسليها كده وهي مقصوصه هتلاقي فيه اخضر كتير نزل معاكي في الميه، خساره. الاخضر ده هو خلاصه الخضره، ده الفايده بتاعتها، خساره ما تنزلهاش هي والسبانخ. نضفي الورق الاصفر بتاعها ده واغسليها غسله محترمه وهي عيدان كده، وبعد كده قصيها بقى يا ست براحتك مش هيجرى اي حاجه، عشان كده تحتفظي بكل حاجه فيها. خلاص. النعناع احنا فرزنا نشفنا النعناع زي ما حبيبتي طلبت. بصوا انا بقى دي محدش طلبها مني، بس بقى دي هديه مني ليكم. والله انا عملته السنه اللي فاتت لسه خالص من عندي من كام يوم حتى. والله بصوا عايزه اقول لحضراتكم اغلب اللي كان بيخلصوا ربنا يحفظه يا رب ويخليه لي يحيى، كان بيحبه جدا. كل شويه يخش يطلع الازازه ويحط شويه النعناع ويعصر عليهم عصره الليمونه وشويه الصودا. بصوا اوعى وشك يا معلم كده، اوعى وشك. احلى كوبايه ليمون بالنعناع مشبره وفيها تلج، الله ربنا يحفظه الواد يحيى بيعمله. فلله الحمد. الناس اللي كانت شافت الفيديو في القناه القديمه شكروا فيه جدا، وفي ناس كانت بتتنمر وبتعترض. بصوا كل واحد وذوقه، لولا تعدد الاذواق لبارت السلع، كل واحد وذوقه يا جماعه. فان شاء الله انا جبت كميه نعناع تانية اهي، انا جبت ب10 جنيه تاني اهو. شايفين ما شاء الله؟ اعطتني كام واحده المره دي والنبي ما عديت؟ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. عطتني 11 ب10. خلاص 11 رابطه ب10 جنيه هعمل بيهم مركز النعناع. يا رب بس الناس اللي بتتفرج عليا ما تاخدش كلامي وتجري بسرعه تعمل الحاجات قبلي. فعادي يعني، ربنا يرزق الجميع. انا بقول افكار واللي عايز يعمل بقى، ربنا يصلح حالنا وحالكم. خلاص. فنعمل ان شاء الله مركز النعناع، نعمله يقعد معاكي لرمضان، والله ما هيجراله حاجه. ولو عملتيه صح ومشيتي على التكات اللي هقولك عليها مش هيسكر منك ولا هيجراله اي حاجه. بل بصي هتيجي تعملي شويه عصير بالنعناع، انا هعملهولك بطريقتين، هعملهولك بالمركز النعناع وبطريقه تانية هتعجبك جدا. الطريقتين احلى وافخم من بعض.
خلاص انا طولت عليكم الفيديو، انا اسفه بعتذر. كل سنه وحضراتكم طيبين، يا رب يعيد علينا وعليكم الايام بالخير يا رب، ويجعلكم كده طيبين وبيوتكم عمرانه بالخير، وتفرحوا بولادكم وتشوفوا ولادكم احسن الناس، ويشفي كل مريض يا رب ويرحم كل ميت. ادعوا بقى لماما وبابا بالرحمه، ربنا يرحمهم يا رب ويرحم اموات المسلمين اجمعين. كل سنه وحضراتكم طيبين. حطوا لنا احلى لايك من ايديكم، وصلوا على سيدنا النبي في الكومنتات، ودعوه حلوه من قلبك، ولكم بالمثل. مع الف سلامه.